عايز اقول لك ان اللعبه في حد ذاتها ممتعه، ومش كل اللي فيها خطر، بالعكس ممكن تكون وسيله تسليه وابداع للطفل. لكن المشكله ان العالم المفتوح ده فيه ناس من كل الانواع، عشان كده الاهم مش المنع لكن المتابعه والمراقبه. ما تخليش ابنك يحس انك بتحاصره، لكن في نفس الوقت خليك واعي بكل اللي بيحصل. اساله بيلعب ايه وبيتكلم مع مين، والمواضيع اللي بتدور في الشات. روبلكس اصلا فيها ادوات تحكم ابويه تقدر من خلالها تحدد مين يقدر يكلمه او حتى تمنع الشات نهائيا. فاستغل الحاجات دي لصالحك وجرب اللعبه بنفسك. شوف نوعيه المحتوى اللي بيتعرض له ابنك عشان تبقى فاهم اللي بيحصل جوه العالم الرقمي بتاعه. الاهم من ده كله انك تفضل توعيه دايما، مش مره وخلاص. اتكلم معاه عن مخاطر الانترنت والناس الغريبه اللي ممكن يحاولوا يستغلوه، وعلمه ازاي يميز المواقف اللي فيها خطر. واهم نقطه، لو مش هتقدر تتابع وتراقب بشكل مستمر يبقى من الافضل ما تكونش اللعبه دي على موبايله، لان السوشيال جيمز زي روبلكس مش مجرد لعبه، دي مجتمع كامل بيعيش فيه. فلو مش قادر تكون موجود جنبه وتوجهه يبقى الافضل تجنبها. طبعا يا معلم ما تفتكرش انك لو شلت روبلكس من موبايل ابنك كده حليت المشكله. تقريبا كل الالعاب دلوقتي بقى فيها شات، وسهل جدا انه يتعامل مع ناس غريب في اي لعبه تانية. يعني ممكن تحذف روبلكس تلاقي طفلك في ماينكرافت او فورتنايت او حتى في لعبه طبخ فيها شات سري. الموضوع هنا مش اللعبه نفسها، المشكله في ان الانترنت بقى عالم مفتوح، والمهم انك تكون واعي كأب او ام ومتابع جديد في التكنولوجيا عشان دايما تبقى سابق بخطوه. طب يا عم انا ماليش في التكنولوجيا وامن المعلومات والجو ده، انا فاضي اجري ورا اكل عيشي ولا اقعد اعمل ابديت لمعلوماتي. هقول لك عيب عليك، هو انا رحت فين؟ الموضوع بسيط جدا، هتتابعني وتشوف فيديوهاتي عشان